ابد ما احب احكي شيء سلبي عن بلدي، بس انا عشت موقف سيء لازم ينحكي صراحه. انا تعرضت لهجوم بالشارع من قبل، هو مو شخصين، لا والله 4 اشخاص، اوكي، كل وحده جايبه وياها وحده، 4، وكان اعتداء لفظي وجسدي وعلى السياره هم، وبشهود كل اللي بالشارع، وعندي تصوير هم، والشرطه كانت واقفه وما حد سوى شيء. فللاسف دا اقول هاي الجمله، بس الحمد لله انا ما عايشه بالعراق، راح اسافر الحمد لله، لانه اذا ابقى عايشه هنا انا حايشه بخوف. اذا اني ناس تعتدي علي وتكمل حياتها طبيعي، ولا ونعاد الموقف بالمناسبه، ورا ما صارت شرطه ودنيا وهاي، ورا 5 دقائق نعاد الموقف وضربوا علي اشياء على السياره، نعاد الموقف ولا كانه. فأنا هذا الموضوع ما اشوف باي عداله صراحه، انا تعرضت للظلم فطالعه احكي لكم. فالحمد لله، للاسف الحمد لله انه انا رح اسافر وما عايشه هنا، وما رح اقدر اعيش هنا طالما هيك الوضع وحقي يضيع. انا ما اقدر اعيش هنا، ما يعني انا بخطر صراحه، حخاف على نفسي. ودا اقول لكم للاسف الشرطه كانت موجوده والناس شاهدين، وحتى الناس دي والله كل شوي تجيني رسائل من الناس اللي كانوا البارحه واقفين يطمنون علي، الناس اللي كانت واقفه البارحه، قمرتي بخير، قمر شنو السالفه، وعندي فيديوهات وكل شيء موجود. بس هل حقي وينه؟ حقي ما موجود، حقي راح، انضربت ورجلي توجعني ويقوع امشي اليوم. ما يد هسه يجيني واحد راسه مربع ويعوف الموضوع كله والزبده مال السالفه ويجي يقول لي قمر انت تطلعين بلدك بصوره مو حلوه. اني اكثر وحده ما الي علاقه، يعني لا مولوده هنا ولا عايشه هنا، ما عندي رابطه قويه بالعراق، بس افتخر بعراقيتي ومتابعيني شاهدين، ودائما كل ما اجي اصور واطلع كل شيء حلو وامدح بالعراق قد ما اقدر. ليش؟ انا متابعيني عرب هوايه، واغلب متابعيني عرب عبون بلدنا مدمره وحرب، لا انا احب ابين العكس واحب ابين شيء حلو. بس هنا السالفه صار بيها حق والسالفه بيها ظلم. اني انقر ان انا احكي عن هيك موقف ببلدي، تمنيت هذا الموقف يكون بغير بلد، بس ما يصير، مستحيل. يعني انا البارحه قلت الجمله بنص الشارع، قلتها للشرطه، قلت له هذا الموقف باي بلد ثاني حقي اني اخذ بنفس اللحظه، حقي اني اخذ بنفس، انا عايشه بدبي حقي اني اخذ بنفس اللحظه، اصلا مستحيل اتعرض لهيك شيء، مستحيل. فانا اذا ببلدي ما اقدر امن على نفسي، شلون رح ارجع لهنا؟ فاليوم مسافر الحمد لله، ما اقدر ابقى هنا اكثر من صراحه، ومع الاسف، وانا دا اقول هذا الشيء مو كرها ولا حقدا، انا اريد بلدي يتطور، واحب اشوف بلدي يكون يوقف ويا المراه ويا القانون، لانه اني رايحه، انا ما باقي بالعراق، بس اكو ملايين البنات عايشات هنا، ملايين البنات يمكن يتعرضون نفس المواقف واسوء، وجوزهم ما حد يسوي لهم شيء، وما حد ياخذ لهم حقهن، والقانون ما يسوي لهم شيء. فحرام، حرام والله.